السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوف من بكرة، الخوف من المستقبل، والخوف من المجهول. دايما إحساس الخوف من بكرة بيسيطر علينا في أغلب أوقات يومنا. المشكلة الحقيقية واللي أنا فكرت فيها إنه الخوف من بكرة ده شيء غير مبرر، ده مجرد سيناريو إحنا حطيناه في دماغنا وكتبناه وأخرجناه وصورناه ونزلناه حاليا السينمات وبقى يتعرض كمان. طيب، هل خوفك من بكرة مبرر؟ هل خوفنا من بكرة احنا السبب فيه؟ هل الخوف من بكرة هو منطقي بانك تخاف من بكرة بقدر معين ما يخلكش انك تفقد متعة وسعادة وقوة اللحظة اللي انت بتعيشها؟ يعني انا خايف من بعد ما اسيب الشغل، انا خايف بعد سنتين من دلوقتي ايه اللي هيحصل، انا خايف على اولادي، انا خايف على الكارير بتاعي، انا خايف بعد 6 7 سنين لما اكبر شوية ايه اللي هيحصل، انا خايف بعد 10 سنين اولادي هيبقوا في سن معين محتاجين مصاريف اكتر، محتاجين ان هما يتعلموا في كليات فهيحتاجوا دخل اكتر، بعدين هينتقلوا اولادي للجواز فمحتاجين فلوس اكتر وتفضل خوفك من بكره يشغل بالك دلوقتي. طيب، انا المفترض اعمل ايه؟ يا سيدي الفاضل، انا بذكر نفسي وبذكرك، خوفنا من بكره لازم يكون بقدر معين، ان احنا كل المطلوب مننا ان احنا نعمل اللي علينا. نعمل اللي علينا يعني ايه؟ ناخد خطوات تخلينا نكون في المستقبل افضل، ولكن احب اقول لك انه مفيش ضمانات. لو انت فاكر انه في ضمانات لبكره وبعده والسنه الجايه والسنه اللي بعد منها وبعد 10 سنين، احب اقول لك ان احنا ممكن انا او انت نموت بعد ثانيه، او دلوقتي انا وبسجل الفيديو، او بعد يوم او 2 او 3. فمبدئيا كده انت مش ضامن بكره. طيب، ولكن هل ده يخلينا ان احنا نقعد وننام وما نفكرش نعمل حاجه؟ لا لا لا، ولكن احنا مطالبين ان احنا نعمل اللي علينا واللي في ايدينا واللي في امكاننا فقط. لكن النتائج وتعلقنا بالنتائج ده غير مبرر بالمره. بكره ده مش بتاعنا، بكره ده هو ملك ربنا سبحانه وتعالى. احنا المفترض نعمله دلوقتي ان احنا ناخد بالاسباب ونعمل اللي علينا بحيث ان احنا نحاول انه بكره يكون افضل. طيب، هل احنا ضامنين انه بكره يكون افضل؟ لا. فانا عايزك انك انت تحاول قدر المستطاع انك انت تفكر في اللحظة اللي انت عايش فيها. ما تخليش خوفك من المستقبل يخليك تفقد متعة وقوة الآن، قوة اللحظة اللي احنا فيها، لأنه أفضل وقت مش اللي هو فات ولا اللي هو جاي. أفضل وقت هو الوقت اللي أنا وانت فيه دلوقتي، هو الوقت اللي احنا نقدر نصنع فيه التغيير ونقدر نحقق فيه أهداف هو الوقت اللي أنا بصور فيه الفيديو دلوقتي وانت حضرتك بتسمعني دلوقتي. ده أفضل وقت ليك وليا، افضل وقت مش اللي فات وافضل وقت مش اللي جاي. افضل وقت هو اللي احنا فيه دلوقتي، هو الوقت اللي انت مفترض تكون سعيد فيه، هو المفترض اللي انت تكون بتحمد ربنا على كم النعم اللي انت فيها، هو الوقت اللي انت بتكون بتعمل فيه خير، هو الوقت اللي انت المفترض تكون بتجتهد فيه في عملك، هو الوقت اللي انت لو انت متجوز هو الوقت اللي انت عايش فيه مع زوجتك ومع اولادك وبتحاول تطلع نشء صالح يفيد البلد ويفيد المجتمع ويفيد الدين ويفيد الأمة ويفيد العالم كله. هتحاول من اللحظة دي انك انت تفكر في بكرة بقدر معين، لكن الوقت اللي انت الأهم والوقت الأصح والوقت المناسب هو الوقت اللي انت فيه. ما تخليش حزنك من امبارح واللي فات يفقدك متعة دلوقتي. اعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا هيكرمك. حاول تستمتع باللحظة اللي انت فيها لانه دي افضل لحظة انت بتعيشها ومش هتتكرر تاني. بلاش الخوف تخليه يتملك منك.